السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من انواع الفطاير او المخبوزات سهلة وسريعة جدا ومش هتاخد وقت مننا ان شاء الله. كمان مقاديرها متوفرة في كل بيت. عايزة اقولك طعمها جميل جدا، عجبتني وعجبت اولادي جدا لدرجة انهم خرجت من الفرن اكلوها على طول، ما استنوش ان هي تهدى. ان شاء الله انت كمان تعمليها وهتعجب اولادك جدا. عندي بولة هنزل فيها بكوباية من الحليب او كوباية من اللبن بدرجة حرارة المطبخ. كمان هنضيف معلقة معيارية من السكر، والسكر عشان ينشط معانا الخميرة. وهنضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنقلب كويس جدا بحيث تتأكدي ان السكر والخميرة دابوا تماما مع الحليب. والخطوة دي لو انت مش متأكدة من الخميرة، بعد الخطوة دي هتغطي الخليط وهتسيبيه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تتأكدي من تفاعل الخميرة دي انا ببقى متأكدة منها وشغالة بيها قبل كده، فعشان كده بشتغل على طول. عندي ربع كوباية من الزيت، هضيف نصها دلوقتي ونصها اخر العجينة. وهنضيف 4 معالق من اي نوع جبنة عندك موجودة. انا استخدمت جبنة فيتا. اي نوع جبنة عندك استخدميه، تقدري تستبدليها بجبنة رومي، جبنة شيدر، اي نوع جبنة انت عايزة تستخدميه استخدميه. هنحط 4 معالق كبيرة مليانة. وهنقلب كويس جدا لحد ما الخميرة تدوب تماما مع الحليب، الجبنة سوري. عندي نص كيلو من الدقيق، هضيف عليه معلقة صغيرة من الملح، ما تكتريش لو الجبنة اللي عندك مالحة ما تكتريش الملح. قلبتهم كده كويس جدا ونزلت بالدقيق. وهنعجن هنا لمدة 10 دقايق لحد ما تاخدي عجينة ناعمة وملمسها ناعم. طبعا هعجن بايدي. اتمنى منك لاول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنبدا نعجن. مش هنضيف اي سوائل تاني على العجينه. عايزين عجينه تكون طريه متماسكه، ما تكونش ملزقه. دلوقتي هنضيف باقي كميه الزيت، وطبعا بعد اضافه الزيت هتلاقي العجينه طريت معاكي. شايفين ملمس العجينه قوامها ما شاء الله تحفه، وعايزه اقولك ريحتها خطيره. انا اول مره بصراحه اجربها اللي هي الفطائر بالجبنه دي، بس عجبتني جدا، طعمها كان روعه. وده ملمس العجينه وقوامها كده. هنغطيها وهنسيبها لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف مرتين وتملى البوله، ونرجع نشتغل فيها تاني مع بعض. طبعا هدهن الوش زيت كده عشان بس ما يلزقش في الكيس او في الحاجه اللي انا هغطيها بيها. وخلاص كده هنرجع نشوفها مع بعض. وده شكلها بعد ما اختمرت. شايفين حجمها تضاعف جدا، تضاعف حوالي مرتين او اكتر. هنهبط العجينه كده ونخرج الهواء اللي فيها. شايفين كمان قوام العجينه جميل جدا وملمسها ناعم. هنبدأ نقطعها كور. قطعي الحجم اللي انت عايزاه براحتك. انا قطعتها عملت معايا 10 كور بالحجم اللي انت شايفاه ده، كان حجم مناسب جدا. وخلاص كده هنقطعهم كلهم بالشكل ده. طلعت معايا 10 كور زي ما قلت لك. هغطيها وهسيبها تريح حوالي 3 دقايق عشان بس تتفرد معاكي بكل سهولة بكيس بلاستيك كده عشان وشها ما ينشفش. خلاص كده بعد حوالي 5 دقايق، سبتها 5 دقايق، هناخد اول كوره بدأت بيها بايدك كده، لا نشابه ولا فراده ولا اي حاجه، بايدك كده هتتفرد معاكي بكل سهوله لان العجينه ما شاء الله عليها جميله جدا. وهتفردي بايدك بالشكل ده. وهنجيب اي معلقه خشب عندك، اي حاجه بالشكل ده، وهنعملها كده على شكل الدونت. كمان هتأكد عليها بصباعك بس عشان بعد العجينه ما تختمر تاني الفتحه دي ما تتقفلش. وخلاص كده بقت جاهزه معايا. دلوقتي عندي صينيه دهنها دهنه خفيفه من الزيت. تقدري كمان تبطنيها بورق زبده، حتى لو حطيتي ورق زبده برضو دهني دهنه خفيفه من الزيت. شايفين شكلها جميل جدا. دلوقتي هنعمل واحده تاني مع بعض. بايدك كده هتفرديها. شايفه بتتفرد معاكي بكل سهوله. كمان كل العجينه ما بتريح بتتفرد معاكي بكل سهوله. وبالمعلقه هبدا اعملها كده على شكل دونت. وبصباعك بالشكل ده هتاكدي عليها وتوسعي الفتحه كده شويه عشان بعد الاختمار الفتحه دي ما تتقفلش.
شايفين شكلها ما شاء الله جميل جدا. ونسيت اقولك العجينه مش محتاجه لا دقيق على المفرش ولا زيت ولا اي حاجه. شايفه ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله. هنخلص الكميه كلها بالشكل ده وهنرجع تاني نشوفه مع بعض. ودي باقي الكميه. عملتها معاكي اكتر من واحده بس عشان تبقى الفكره واضحه قدامك. شايفين العجينه دي طبعا كانت في الاخر ريحت. شايفه ما شاء الله بتتشكل معايا بكل سهوله. وخلاص كده بعد ما شكلت الكميه كلها اللي عندي هحطها في مكان دافي وهغطيها بفوطه تكون نظيفه وهسيبها لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف. خدت معايا حوالي نص ساعه عشان الجو ساقعه. كنت حطاها في فرن البوتاجاز وسبتها لحد ما اختمرت وبقت بالشكل ده. دلوقتي ممكن نجيب صفار بيضه مع معلقتين حليب وتدهن الوش. لو انت مش حابه صفار البيض ممكن معلقه قهوه سريعه الذوبان مع معلقتين حليب. ما عندكيش ده ولا ده استغنى عنهم، ورشه ميه بسيطه جدا هتأدي نفس الغرض وهتبقى جميله جدا. بخت ميه خفيفه بالشكل ده. الميه دي من الحنفيه عادي معلهاش اي اضافات. ودلوقتي عندي جبنه رومي مبشوره او ممكن جبنه موزاريلا اللي موجود عندك استخدميه. بصراحه انا استخدمت جبنه موزاريلا وجبنه رومي مبشوره. وهتحط على الوش بالشكل ده. معلش بس التصوير كانش واضح هنا، ظبطت التليفون. وهنحط الجبنه بالشكل ده. بس حاول ما توقعيش الجبنه كده عشان بس ما تتحرقش منك في الفرن. شايفين منظرها وشكلها تحفه. وخلاص كده خلصت الكميه كلها اللي عندي. دلوقتي هدخلها الفرن لمده تلت ساعه او 20 دقيقه. اخر 5 دقايق هنشغل الشوايه وهتخرج معاكي بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. شايفين ما شاء الله تحفه. هتديها بخه ميه بسيطه برضو بالبخاخه وهتغطيها. عايزه اقولك 5 دقايق هتلاقيها بقت ملبن. بس انا ولادي ما كانوش صابرين بصراحه، كانت ريحتها قلب الشقه قلب وريحتها جميله جدا، كانوا عايزين ياكلوها سخنه فانا قدمتها لهم كده على طول. عايزه اقولك كان طعمها روعه. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. اتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان عشان قناتي تكبر بيكم. شايفين شكلها من جوه ما شاء الله جميله جدا. وعايزه اقولك كمان اللي عجبني فيها طعمها وطعم الجبنه فيها كان تحفه. وصفه سهله بسيطه ما كلفتناش كتير، مكوناتها اقتصاديه موجوده في كل بيت. كمان ما خدتش من وقتنا كتير. عايزه اقولك ساعه كنت مخلصه ده كله. ان شاء الله الفيديو يكون عجبك. شايفه شكلها روعه اللهم بارك تحفه. اتمنى الفيديو يكون عجبك واشوفك في فيديو جديد.